على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. أما بعد، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم أعلام ومناسبات. كنا قد توقفنا في الحلقات السابقة من الفصل الثاني بين الكليم موسى عليه السلام والطاغية فرعون، وها نحن في هذه الحلقة نقف على آخر محطات هذه القصة التي قصها الله سبحانه وتعالى، وحكى عن فصولها بدقائقها ولحظاتها، وكأن الإنسان يعيش أمام هذا الطاغية وبين كنف موسى عليه السلام وأخوه. اليوم بإذنه سبحانه وتعالى سنتكلم عن امرأة فرعون، وامرأة فرعون اسمها آسيا بنت مزاحم، وهي زوجة فرعون مدحها النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسيا امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا منقبة لهذه المرأة الطاهرة المؤمنة الصادقة، والتي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم، بل من قبله مدحها الله سبحانه وتعالى كما سيأتي ذكره. أولا، محبتها لموسى عليه السلام. لقد قذف الله تعالى حب موسى منذ طفولته في قلب من يراه، لا سيما امرأة فرعون. قال تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال الطبري في تفسيره: فحببه الله إلى آسي امرأة فرعون حتى تبنته وغذته وربته. وألقيت عليك محبة مني أي حبب إلى كل من رآه. وهكذا هم الأنبياء، يألفون ويؤلفون في خلقتهم وفي خلقهم. ولما ألقته أمه في اليم بأمر الله سبحانه وتعالى والتقطه آل فرعون وأتوا به إلى زوجته، تحركت محبتها تجاهه قائلة: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. قال ابن كثير: فلما كشفت عنه إذا هو غلام من أحسن الخلق وأجمله وأحلاه وأبهاه، فأوقع الله محبته في قلبها حين نظرت إليه، وذلك لسعادتها وما أراد الله من كرامتها. ثانيا، ثباتها على الإيمان، فالله سبحانه وتعالى قد مدحها في نهاية سورة التحريم: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذه المرأة كانت تعيش في أعظم القصور وأفخمها، وكان قصرها مليئا بالجواري والعبيد والخدم، فكانت حياتها مترفة ومنعمة. ولما دعا موسى عليه السلام إلى توحيد الله آمنت به وصدقته سرا وأخفت إيمانها، ولكنها وذلك لخشية فرعون، وما لبثت حتى أشهرت إسلامها واتباعها لدين موسى عليه السلام، فجن جنون فرعون، وحاول عبثا ردها عن إسلامها، فتارة يقنعها بأن موسى فاسد، وتارة يقنعها بأنه سيحل عليها من غضبه ولعنته ما تخشاه.
قال تعالى: وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله سبحانه وتعالى: ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، قال: وتد فرعون لامرأته 4 أوتاد ثم جعل على ظهرها رحا عظيما حتى ماتت رحمة الله عليها. وقال السمعاني: وهي آسيا، أي عن الآية السابقة، قال: وهي آسيا بنت مزاحم، وكانت آمنت بالله وبموسى عليه السلام سرا، ثم أظهرت إسلامها، فعذبها فرعون وعاقبها، وقد وتدها ب4 أوتاد من حديد، فصبرت على ذلك، فأظهرت حينئذ آسيا إيمانها. ولقد خلد الله ذكرها وجعلها مثلا للثبات والإيمان إلى قيام الساعة، كما قلنا سابقا، كما في سورة التحريم: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قال سيد قطب رحمة الله عليه: وإفراد امرأة فرعون بالذكر هنا مع مريم ابنة عمران يدل على المكانة العالية التي جعلتها قرينة لمريم في الذكر، وهما الاثنتان نموذجان للمرأة الطاهرة المؤمنة المصدقة القانتة. وقال أبو السعود: أي جعل حالها مثلا لحال المؤمنين في أن وصلة الكفر لا تضرهم، حيث كانت في الدنيا تحت أعداء الله، وهي في أعلى غرف الجنة. فلقد عذبها فرعون عذابا شديدا. ومن هو فرعون؟ فرعون زوجها، وهو الذي يعلم بسرها وخفاياها، ومع ذلك عذبها، وذلك لغلبة الطغيان في نفسه على غلبة المودة والرحمة بين الزوجين. فلقد عذبها عذابا شديدا، لكنها استعانت بالله سبحانه وتعالى طالبة منه 3 أمور، كما في الآية: إذ قالت امرأة فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فأول أمر طلبت من الله أن يكون لها بيتا في الجنة، وقد أراها الله سبحانه وتعالى بيتها في الجنة قبل موتها تحت العذاب. وثانيها أن ينجيها من أعمال فرعون الوثنية الخبيثة. وثالثها أن ينجيها من القوم الظالمين، وهم قوم فرعون وظلمهم، وهو شرك بالله، فقد دعت بأن ينجيها الله من شركهم. ولنا كما قال ابن القيم: فطلبت كون البيت عنده، أي طلب آسيا بنت مزاحم من الله سبحانه وتعالى أن يكون لها بيتا عنده، أي عند الله سبحانه وتعالى. فطلبت كون البيت عنده قبل طلبها أن يكون في الجنة، فإن الجار قبل الدار، كما قال ابن القيم. وهذا دلالة واضحة على ثبات إيمانها وصدقها. قال المراغي: وفي هذا دليل على أنها كانت مؤمنة مصدقة بالبعث. وقال ابن عاشور: فكانت امرأة فرعون مثلا لمتانة إيمان المؤمنين. ولنا بعض الوقفات مع دعائها رحمة الله تعالى ورضي الله تعالى عنها، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قولها بيتا في الجنة، غاية المرأة هي أن يكون لها بيت يحفظها ويحرسها، وتنام تحت كنفه، وتسلو وتلهو تحت سقفه. غاية المرأة، أي امرأة في الدنيا، هذه غايتها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. والمرأة التي لا تجد لها بيتا تعيش في وحشة وغربة في نفسها قبل أن تكون غريبة في الدار، أعني دار الدنيا.
فهذه المرأة طلبت مع العلم بأنها كانت تسكن أفخم القصور، وكان لها ومن حولها يطوفون العبيد والجواري والخدم والحشم خدمة لها، ومع ذلك قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، بيتا في الجنة. وكذلك من ذلك حرصها على الجار، لأن صاحب الدار وهو فرعون قد طغى وتجبر، وهذا ديدن المؤمنة الصادقة التي تنأى أن يكون زوجها يبيت ويقوم على معصية الله سبحانه وتعالى، فطلبت أن يكون الله سبحانه وتعالى، أن تكون بجوار الملك الرحمن الرحيم عنده في الجنة، عنده في الجنة. قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ثم تبرأت من أعمال زوجها وهو الطاغية فرعون. وهكذا المؤمنة لا ترضى أن يلطخ بيتها بالآثام وبالمعاصي، فضلا عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهي دعوة للمؤمنات الصادقات القانتات الخاشعات أن يحتذوا ويقتدوا بهذه المرأة المؤمنة، والتي دعت بأن لا يكون في بيتها معصية وإثم، ونجني، وتبرأت من فعل زوجها، ونجني من فرعون وعمله. وذلك لما لاقته رضي الله تعالى ورحمها من أشد العذاب وأصناف الهلاك على يد زوجها الطاغية. ولم يستقر بها الحال إلا أن ختمت وتبرأت من أعمال زبانية زوجها: ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذه هي كانت دعوة هذه المرأة الصادقة، وهي دعوة لكل امرأة ابتليت بزوج يقيم على المعاصي ولا يتوب، بكل امرأة ابتليت ببيت تحوم فيه السيئات والشياطين ليل نهار، أن تدعو: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، وأن تدعو زوجها مرة ومرات بأن يهديه الله سبحانه وتعالى، وأن تدعو بأن يكون لها بيتا في الجنة، وأن تتبرأ من كل ظلم يحوم حول بيتها. القصة الأخرى في عهد فرعون وهي ما جاء عن مؤمن آل فرعون، كما في الآيات: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. سنتحدث عن هذا الرجل. هذا الرجل قيضه الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام، قيض الله رجلا من آل فرعون يدافع عنه لتسكين الفتنة وإزالة الشر. ذلك الرجل الذي حمل هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى متبعا ومقتديا بموسى وهارون. وفيما يلي تفصيل قصته: أولا التعريف بهذا الرجل. قال الله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون. تباينت أقوال المفسرين بأنه كان من بني إسرائيل، وبأنه كان ابن عم لفرعون، وكل تلك الأقوال تعود إلى أنه من آل فرعون، وهو كان مقربا جدا، ومن قرابته من آل فرعون. وقال الله سبحانه وتعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة قال يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليخرجوك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. نعيد الآية. قال الله سبحانه وتعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. وقد قيل إن الرجل المؤمن الذي يكتم إيمانه في سورة غافر هو ذاك الرجل
الذي جاء من أقصى المدينة في سورة القصص. وكلا الأمرين يحتمل، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ثاني أمر نهيه عن قتل موسى عليه السلام. هذا الرجل ماذا فعل؟ أولا صدع بالحق، قال نهيه عن قتل موسى. ماذا قال؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ولم يكتم هذا الرجل المؤمن إيمانه خوفا، لذلك أظهر إيمانه في أحرج الأوقات عندما قال فرعون. هذه الآية السابق ذكرها متى ذكرت؟ ذكرت بعد سياق قول فرعون، كما حكى الله سبحانه وتعالى عن فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فعند ذلك أظهر هذا الرجل الذي كان يكتم إيمانه خوفا من فرعون، الآن يظهر إيمانه صادعا بالحق، صادحا بأعلى صوت: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. الآيات. وقد هذه الحالة جاء شبيهها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. سنة الله سبحانه وتعالى لا تتبدل، وهي أن الأنبياء وصاحب الدعوة يؤذى، وما من نبي إلا قد ابتلي وأوذي. فهذه الحادثة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في محاولة الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم أمام عقبة ابن أبي معيط الهالك، لما خنق النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج البخاري عن عروة بن الزبير قال رضي الله تعالى عنهم قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة ابن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أي الصديق: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. ثالثا من الأشياء التي فعلها مؤمن آل فرعون تحذيره لفرعون وقومه من عذاب الله في الدنيا، فقد كان لهم ناصحا أمينا حكيما لا يخاف في الله لومة لائم، فبدأ بتذكيرهم أولا بنعم الله عز وجل عليهم، ثم خوفهم بحال الأمم السابقة. وهذا هو أسلوب دعوة، وهو دعوة الأنبياء والمصلحين، إذ قال لهم: يا قوم، كما في الآيات أعزائي المشاهدين. قال هذا الرجل المؤمن من آل فرعون: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. يذكرهم بأنهم الآن ظاهرين في الأرض، والظهور والعلو والبأس هو وقتي، ويذكرهم بأن الأمم السابقة التي كانت قبلكم ستكونون مثلها إذا حذوتم مثل حذوها. وقد حذرهم هذا الرجل الصالح من بأس الله في الدنيا والآخرة.
رابعا تحذير هذا الرجل المؤمن من آل فرعون، تحذيره لفرعون وقومه من عذاب يوم القيامة. انظر أعزائي المشاهدين، أولا دافع عن موسى عليه السلام، ومن ثم ذكر فرعون بنعم الله سبحانه وتعالى عليه، ومن ثم حذرهم أن يحذوا مثل الأمم السابقة مثل عاد وفرعون وثمود ولوط، والآن يحذرهم من عذاب الملك الجبار والذي تدور والذي تسجد له السماوات السبع طوعا وكرها، والذي عذب الأمم السابقة، والذي أرسل الرسل ليكونوا حجة على الله على خلقه، يحذرهم من عذابه يوم القيامة. فماذا قال؟ ويا قوم في الآيات التي تليها: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. في ذلك اليوم ينادي الملائكة الذين يحشرون الناس للموقف، وينادي أصحاب الأعراف على أصحاب الجنة، وينادي أصحاب النار على أصحاب الجنة، وينادي أصحاب الجنة على أصحاب النار. فالتنادي واقع في شتى الصور، ولذلك سماه الله سبحانه وتعالى يوم التناد. تلقي عليه ظل التصابيح وتناوح الأصوات من هنا ومن هنا، كل ينادي كما حكى الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم: يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، أي ما لكم من الله من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. خامسا دعوته لقومه، ولعلنا نأخذها بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نواصل. به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، وكما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. خامسا من أساليب دعوة المؤمن الصالح مؤمن آل فرعون دعوته لقومه. قال الله تعالى: وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سادسا عاقبة أمره. ماذا حل بهذا الرجل المؤمن؟ الذي حل بهذا الرجل المؤمن كما في الآيات: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وقد كانت نهاية مؤمن فرعون تختلف عن نهاية مؤمن آل ياسين. فمؤمن آل ياسين قتلوه ورجموه بالحجارة، وأما مؤمن آل فرعون فوقاه الله سيئات ما مكروا. فالمؤمن دائم رابح سواء قتل فانتقل إلى كرامة الله ورحمته وما عند الله خير، أو انتصر في الدنيا فوقاه الله سيئات ما مكروا. العقوبات الإلهية التي نالت فرعون: أولا عقوبات في الدنيا. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. الشاهد: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فالله سبحانه وتعالى عدد عليهم 5 في سورة الإسراء، 5 في هذه الآيات و9 في سورة الإسراء. والتسع الآيات في سورة الإسراء تكملتها الطوفان، فقد نزلت عليهم أمطار أغرقت أرضهم وأتلفت زرعهم. وثانيا الجراد وقد أكل الأخضر واليابس. وثالثا القمل وقد امتلأت بهم أجسادهم وملابسهم. ورابعا الضفادع وقد امتلأت بها مياههم وأوانيهم وفراشهم وأسرتهم. وخامسا الدم، فقد كانت مياه المصريين تتحول إلى دم. ثم كان الانتقام بالغرق، فانتقمنا منهم فأغرقناهم باليم
فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ثانيا العقوبات في القبر. قال الله تعالى عن فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومعنى عرضهم على النار أي أن أرواحهم تشاهد المواضع التي أعدت لها في جهنم، وقوله غدوا وعشيا كناية عن الدوام لأن الزمان لا يخلو عن هذين الوقتين. العقوبات. ثالثا العقوبات في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب معناه أنهم لما أرادوا أن يمكروا بهذا المؤمن وقاه الله مكرهم ورد العاقبة السيئة عليهم فرد سوء مكرهم إليهم، فكان المؤمن المذكور ناجيا في الدنيا والآخرة، وكان فرعون وقومه هالكين في الدنيا والآخرة والبرزخ. الدروس المستفادة أعزائي المشاهدين أخيرا من هذه القصة: أولا من كان مع الله فلن يضره ضعفه، ومن لم يكن مع الله فلن تنفعه قوته. مفارقة عجيبة في هاتين الآيتين قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وبين الآية الأخرى: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. كذلك من الفوائد أن قصة موسى ونجاته من كيد عدوه وهو فرعون، وهو حملا في بطن أمه ثم طفلا شابا ثم رجلا قبل أن يكون رسولا، لأعظم آية على حفظ الله لأوليائه ودفاعه عنهم ونصرته لهم. ثالثا إذا توجهت عناية الله إلى أمر غير ذي قيمة جعلته آية ومعجزة، فقد توجهت إلى عصا موسى فأصبحت معجزة خالدة بانقلابها إلى حية تسعى. قال الله تعالى لموسى: فألقها أي العصا فإذا هي حية تسعى، وضرب بها الحجر فانفجرت 12 عينا، وضرب بها البحر أي العصا فانفلق إلى شقين فكان كل فرق كالطود العظيم. ومن الدروس والعبر: المؤمن الصادق يؤيده الله بأمور لا تخطر على باله، وكلما زاد في الصدق مع الله والإخلاص أتاه تأييد الله ونصره وفرجه من حيث لا يحتسب. قال الله تعالى عن موسى لما أصبح البحر أمامه هو وقومه، هو ومن تبعه من المؤمنين الصادقين، وكان من خلفه فرعون، ماذا قال أصحاب موسى؟ إنا لمدركون. فقال قولة المؤمن المتيقن من وعد الله، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. كذلك من الدروس أهمية صفة الأمانة والقوة، فبهما تصلح الدنيا والدين. قال الله تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وهي حكاية عن بنات شعيب لما قابلهم موسى. كذلك من الدروس والعبر صفة الحذر من صفات أهل الإيمان والعقل والحكمة. قال الله تعالى: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، والخوف هنا هو خوف الحذر وليس خوف الجبن. كذلك من الدروس والعبر نصرة المظلوم واجبة، كما في موقف الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يحذر موسى. قال الله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. وفي هذا نصح وإرشاد ودفاع عن المؤمن من أي جهة كان. أهم شيء أنه مؤمن يدافع عن المؤمن. وكذلك من الدروس والعبر موقف مؤمن آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يعضد الهدف السابق والموقف السابق. كذلك أن الظلم سبب زوال النعم وحلول النقم، كما قال الله تعالى: فأخذناه وجنوده أي فرعون فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة
الظالمين. كذلك من الدروس والعبر دخول المعركة من أجل عرض قليل من الدنيا الفانية عنوان للفشل وإعلان الهزيمة الساحقة، كما هو في حال السحرة. قال الله تعالى: وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. والشاهد إن كنا نحن الغالبين، حتى السحرة مع علمهم بأنهم قد يهزمون، وذلك لصدع الحق من موسى عليه السلام، فكانت عاقبتهم الغلبة فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. كذلك من الدروس والعبر أهمية اللين والحكمة والهدوء في الدعوة والإقناع والحوار وحل المشاكل. قال الله تعالى لما أمر موسى وأخاه هارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وقد فعل عليهم الصلاة والسلام. كذلك من الدروس والعبر الفصاحة والإعراب من دواعي قبول قول الداعي. قال تعالى عن موسى، دعوة موسى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. فقد كان هارون أفصح من موسى، وكان موسى هو الرسول ويساعده هارون النبي. كذلك من الدروس والعبر العلو في الأرض له نهاية مؤلمة. قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض، أي الاستكبار والجحود الطاغي على الإنسان الذي لا يرى إلا أنه هو الرب وهو الإله وهو الذي يزعم بأنه متصرف في هذا الكون، فالله سبحانه وتعالى يأخذ أخذ عزيز مقتدر. كذلك من الدروس والعبر هذا الذي جعل فرعون ينتهي سلطانه، فالعلو في الأرض. كذلك من الدروس الإمامة لا تنال إلا بالصبر واليقين، بالصبر واليقين. ومثاله قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كذلك من الدروس والعبر أن الدعاء وحده دون العمل لا يكفي لجلب نصرة الله سبحانه وتعالى. فبني إسرائيل دعوا الله فترة طويلة دون أن يرتفع الظلم عنهم. قال تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ولما أمرهم موسى بالتغيير وأطاعوه: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. الشاهد: وبشر المؤمنين. ثم كان دعاء موسى بعد التغير. وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فماذا كانت النتيجة؟ وقد قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. كذلك من الدروس والعبر التحذير من تزيين الأعمال القبيحة نتيجة الإدمان عليها والاستمرار على فعلها، فإن من زينت له أعماله السيئة فأصبح يراها حسنة هلك والعياذ بالله. قال الله تعالى: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. هذا الذي يرى أن أعماله السيئة هي حسنة في اعتقاده، وأما في عرف الناس فلا يهم، هذا الذي يضله الله سبحانه وتعالى. كذلك من الدروس والعبر التحذير من الاغترار بالدنيا والغفل عن الآخرة، إذ الأولى زائلة أي الدنيا، والآخرة باقية، واختيار الباقي على الفاني من شأن العقلاء. قال الله تعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. كذلك من الدروس والعبر
مشروعية التذكير بالحساب والجزاء وما يتم في دار الآخرة من سعادة وشقاء. قال الله تعالى: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. كذلك من الدروس والعبر إثبات عذاب القبر ونعيمه، إذ آل فرعون تعرض أرواحهم على النار صباح مساء. قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كذلك من الدروس والعبر يشترك الأنبياء في أمور، وهي تأييدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم، وإعراض أقوامهم عنهم، واتهامهم بالكذب والتمويه والسحر والتهديد بالطرد والتشريد أو القتل والتعذيب، ولكن النصرة في النهاية للأنبياء والمؤمنين. كذلك من الدروس والعبر تحقق نصر الله تعالى لموسى عليه السلام، وأحبط مكائد فرعون وقومه وجعل مكرهم، أي الله سبحانه وتعالى أحبط مكائد فرعون وقومه وجعل مكرهم في خسران وضياع. كذلك من الدروس والعبر كان مؤمن آل فرعون في نصحه لقومه من أشد الناس إخلاصا لهم وحبا وحرصا على إنقاذهم من ورطة الكفر والدخول في ساحة الإيمان بالله عز وجل وحده لا شريك له. كذلك من الدروس والعبر لا عذر للناس في تكذيب الرسل والكفر بهم بعد أن يأتوهم بالمعجزات الباهرات والأدلة الواضحات على صدقهم. كذلك من الدروس والعبر أن الله تعالى لا يهدي أبدا إلى الحق أهل الإسراف في المعاصي والكذب، وأنه تعالى أعطى موسى الآيات المعجزات الباهرات، ومن أيده الله بذلك لا يكون مسرفا كذابا، وهذا يدل على أن موسى عليه السلام ليس من الكاذبين. كذلك من الدروس والعبر أن من المستغرب حقا أن يخشى أصحاب السلطان والقهر المعتمدين على الجند أو الجيش أو العسكر المدجج بأنواع الأسلحة الفتاكة من الأنبياء والرسل والقادة المصلحين الذين ليس لهم إلا البيان القوي والحجة الهادفة والكلمة المؤثرة، وما ذلك إلا لأن الحق فوق القوة وأثبت منها وأنفذ، لذلك تهتز العروش بصوت الحق. خاف فرعون مع العبيد والخدم والجند والعسكر والزبانية وكل ذلك، بعد ذلك ماذا يقول؟ يقول للناس يسفه أحلامهم: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. كذلك من الدروس والعبر لقد كانت الكلمات التي ختم بها مؤمن آل فرعون وحججه وبراهينه دستور الحق وسنة الله وسبيل إقامة العدل وأساس الحساب في الدار الآخرة، وهو منهج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من التلطف واللين والحكمة وقول الحق والتذكير والأولويات في التذكير للناس بالموعظة الحسنة والجدال الحسن. قال الله تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، إشارة إلى شأن موسى عليه السلام على طريق الرمز أو التعريض، أو إلى أن فرعون مسرف في عزمه على قتل موسى، كذاب في إقدامه على ادعاء الألوهية، والله لا يهدي من هذا شأنه وصفته بل يدمره ويهدم بنيانه. قال الله تعالى كذلك: وما الله يريد ظلما للعباد، أي أن تدمير الأحزاب الذين تحزبوا على الرسل فكذبوهم وكفروا بهم كان عدلا لأنهم استوجبوه بسبب تكذيبهم للأنبياء. قال الله تعالى كذلك: يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد، أي أن تنبيه على قوة ضلالتهم وشدة جهالتهم بعد أن أكد التهديد بقوله: ما لكم من الله من عاصم. وقال تعالى كذلك: يضل الله من هو مسرف كذاب،
أي كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، أي مثل ذلك الضلال في الآباء والأجداد، يضل الله من هو مشرك شاك في وحدانية الله تعالى. هذه الدروس والعبر حري بالإنسان أعزائي المشاهدين أن يتأملها، يتأمل هذه القصة العجيبة والتي حكاها الله سبحانه وتعالى وقصها علينا للعبرة وللعظة بكل فصولها، من يوم ولادته صلى الله عليه وسلم موسى الكليم إلى يوم غرق فرعون هذا الطاغية، وكل تلك الأحداث التي مرت من موسى عليه السلام من ولادته في حجر آسيا رضي الله تعالى عنها، إلى إلى العمل والكرة تحت لشعيب عليه السلام، ومن ثم إلى توليه أمر الدعوة والرسالة والنبوة من الله سبحانه وتعالى، إلى مواجهة هذا الطاغية. كل ذلك أحداث حري بالإنسان أن يجعلها في نصب عينيه من الدروس العبر في حياته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم احشرنا في زمرة الأنبياء والصالحين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. إلى ذلك الحين أدعكم أعزائي المشاهدين في حفظ الله وعنايته، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على مر الزمان تألقا، وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى.